نهاركم مبروك مشاهدينا ومرحبا بكم معنا في حلقه جديده من برنامج افطار مع ستار. كيف ما عودناكم كل نهار فطورنا كيكون مع ستار، ولكن اليوم استثناء لانه فطورنا غادي يكون فطور ليله 27. حاضرين معنا جوج ديال النجوم بطبيعه الحال مشرفاني ومنوراني، الممثله والمطربه بشرى خالد، وحضر معنا بطبيعه الحال استاذنا الكبير وعازف العود والشاعر المغربي، واحد من بين نقولوا رواد فن الملحون في بلادنا. حضر معنا بطبيعه الحال سيدي جمال الدين بن حدو. مرحبا بك. مرحبا استاذه، وشرف لي نحضر معكم في هذا البرنامج. شرف كله ليا سيدي، الله يخليك. متألق وتبارك الله اللي بارك الله فيك، لانه معنا نقولوا شي واحد من الكتوبه الثقال ديال الفن الملحون في بلادنا. الله يخليك، تراب برجليكم. بارك الله فيك استاذ. وحضر معايا كذلك ومن ورانا الفنانه بطبيعه الحال كما سبق وقلت الممثله والمطربه بشرى خالد، اللي قبل ما نبداو الحوار ديالنا حنا العيالات غادي نجرها عندي بطبيعه الحال الكوزينه وندردشوا شويه ونعرف واش عندها مع المطبخ ولا ما عندهاش. بالاخص اني متابعاها سوغ فيسبوك، الشهيوات زعما مالات الدواطاب ملي بدا رمضان وهي كتصور الشهيوات ديالها وكتبوستي لنا في الفيسبوك ونشوفوا داكشي واش ديالها ولا ماشي ديالها. اليوم بشرى مرحبا بك معنا. اهلا وسهلا حبيبتي هانيه. ديالك داكشي ولا ماشي ديالك؟ اليوم نشوفوا واش داكشي بغى اليوم ولا نعرفوا. اش اخبارك؟ صافا الحمد لله، الله يبارك مبروكة. فيك علينا وعليك. شكرا على الدعوه الكريمه، وانا سعيده اني معكم في هذه الليله المباركه. نتمنوا باش ندوزوا وقت ممتع مع المشاهدين ومع الاستاذ اللي انا كنفتخر اني معاه في هذه الحلقه هذه. لا اختي قولي شنو علاقتك بالكوزينه؟ كأي امرأة مغربية يعني عزيز عليا باش ندخل نوجد شهيوات الأسرة ديالي، خصوصا أن الفنان معروف أنه يعني العام كامل كيبقى تورناج ويعني والتسجيل في الاستوديو. دونك ملي كيجي رمضان كنحاول باش نعطيهم شويه الوقت من خلال يعني نوجد لهم هكا شهيوات كما قلتي في داك الشيء كلشي باين في الفيسبوك. هو ضروري شويه ديال السلو عاوتاني، شويه ديال الشباكيه راك عارفه يعني الشهيوات المغربيه. تكلمنا هنا على المطبخ في فيسبوك. ملي غنجلسوا غادي نسمعوا الزواج في فيسبوك كيفاش داير. سي جمال دير اش اخبارك مع ان شاء الله. شرف لي نحضر مع الاستاذ. بارك الله فيك، شرف لي استاذي الكريم. بنات المغرب اللي تتشرفنا دائما. الله يحفظك استاذي، بارك الله فيك. شنو الشهيوات اللي انت خاصهم يكونوا في الطبله ديالك الفطور؟ هو كاين الشهيوات بحال جميع المغاربه، يعني كاين المغاربه كلهم تبارك الله المائده ديالهم عامره وجميله ومتنوعه. نعم. فقط بعض الخصوصيات حسب الجهه، الرغيفه في الشمال، الزميطه في الجنوب، كاين بعض الخصوصيات، ولكن الحمد لله ولا بدا من التمر والشباكيه والمقروطه سميتو العسل والرغايف وبغرير ميلترو كما يعني تمبر واحد راه معروف يعني. سي جمال الدين الزرده وصافي الزرده. انا من غير الفطور ديال اللي غادي نفطروا موجده لكم واحد المفاجاه اللي هي خاصه ب 27 اللي كثير من الاسر المغربيه، واحد الاكله اللي هي مشهورين بها حنا المغاربه. نخلي لكم مفاجاه حتى لوسط الحلقه ان شاء الله. بشرى قربت ترفع الاذان، نمشيو نقدوا يعني الطبله ديالنا. مرحبا، يلا بسم الله. اجيو معنا. انا عزيز عليا بغرير ياك انت اليوم غير ما تاكلي في البغرير. اهلا ومرحبا بكم. الله يبارك فيك. نهار كبير هذا. جاكم الخير. انت استاذ هذا مرحبا. الشباكيه. العصير. مرحبا. يلا بسم الله فوقوا صيامكم بعدا. مرحبا بكم عندنا. الله يبارك فيك يا لاله، شكرا. بسم الله. الله يعطيك الخير. بسم الله مرحبا بكم. الله يبارك الله اكبر. نهار كبير هذا. الله يكبر بك. الله يبارك فيك الهانيه. ما قدرنا نروحوا معايا. الله يبارك فيك الاستاذ، الله يسلمك. فكرتيني ندير لكم واحد الطريف صغير. سعداتنا اليوم. بشرى هانيه وبشرى. شكون بحالي انا؟ هانيه وبشرى، هانيه وبشرى. هذا تيغني لكم في الاله بجوجكم. الله يعطيك الخير. الله يعطيك الخير. تبارك الله عليك يا استاذ. الله يعطيك الخير. الخير. مرحبا بكم ونهار كبير الله هذا. يبارك وفين فيكم. غايبين عليا بجوجكم؟ احنا موجودين، احنا كاينين. خصنا نكونوا حنا واحدين، نتوما كاينين. لا احنا موجودين. انا بالنسبه لي جو ريبون توجور بريزونت في اي وقت، انا حاضره. وكما قلت لك يعني هذه فرصه جميله وعظيمه اننا كنتجمعوا هانيه في هذا النهار المبارك ومع الاستاذ ديالنا ومع المشاهدين. انا جيت سعيده بصراحه. بارك الله فيك، شكرا لك بزاف. اللي خصنا تعرفوا الناس ديال الصحافه ان الفنان دائما يشتغل. بطبيعه ان الفنان من تيجي الجديد بحال شي واحد حبل تيخصو ولا بدا يدير الاغنيه ديالو مهما كانت. واللي بغيت نشكرك عليه انه يعني حتى الاخر حدا البارح وتلاقينا وقلت لك راه بغيتك تكون معايا. انا اللي بغيت نكون معكم، انا اللي بغيت نكون معكم، هذا شرف ليا. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. اش اخبار فن الملحون في بلادنا؟ فطروا. انا نبقى نعطيكم الهضره. انا ما كنسكتش. انا ما كنسكتش من الهضره. فرق الصيام بعدا بالماء. اييه انا بديت نهضر صافي. شكرا. هانيه بصحه وراحه حبيبتي. استاذ تاخذ عصير.
واخا انا جايبه معايا اليوم بشرى هي تعرض في بلاصتي. صافي. بسم الله. شكرا لاله، بارك الله فيك. استاذنا حتى هانية. علاش لا بتشكيلات. كثر خير. هانيه مرحبا بك. ربي يخليك. مرحبا بي عندي. شوف الخير كيف بارك الله فيك. انا ديما انا خاويه اليوم هذا الشيء. اش خبر الفن الملحون في بلادنا؟ فن الملحون مزيان تبارك الله في المغرب. المغاربه تيبغيو الهويه ديالهم، تيبغيو الثقافه ديالهم، والملحون تبارك الله تيشتغل في هذه الايام الرمضانيه الكريمه. يعني الناس يديروا حفلات ديال السماع وديال الملحون وديال تينفتحوا عليه بزاف. فقط نبغي ان نقول واحد الفكره من خلال هذا البرنامج الجميل. هو الملحون هو ماشي غير ديني، هو تيغني على جميع المواضيع. نعم. وممكن نحتفلوا به حتى في الايام الاخرى من غير رمضان. فقط هذا خصهم يعرفوا الناس، لان بكري كان العراسات ديالنا كانت تدار بالملحون. كانت 7 ايام ديال العرس تكون كلها ملحون. يا سلام لو طرش هذه الايام. اكيد معلوم. يا سلام والله العظيم. شنو تسمعنا اليوم؟ نسمعكم اللي بغيتوا. يلا احنا نعطيوك انت هاد الليله السعيده. انا انت ما قلتي دي الشهيوات ندير لك طريف من يلا. ضيف كاجار يشبعني وليستعمل مشوار، زيد بيا للدار بالحسان كرمني ولا تكتر هضره. ضيف كاجار يشبعني وليستعمل مشوار، زيد بيا للدار بالحسان كرمني ولا تكتر هضره. هاتلي في الاول سكسو، هاتلي في الاول سكسو، ولا تخلي حد يمسو، لا تخلي حد يمسو. هاتلي في الاول سكسو ولا تخلي حد يمسو. يكون في شي طبسيل كبير بالزبادي راوي، وعمل عليه غرمي وخضاري رايقان فيسا، ودير تفايه مع الزبيب ولوز وبصله، داك سفه وفراخ من الحمام مردومه وسخونه مع الشعريه الغاها عشيق، والروز يطيب مليح بالحليب الصافي. ارى من الفدا والشربه وتكون راويه وسخونه. إنا دخلت وسط القبار طواجنك وصحونه، ليا تكون تقول مرحبا هاك البساط للمحسونه، واللوز في وسطها ينبا وكداك بالسمن مدهونه، ومحنشه نحس برغبه وتكون رايقه وسخونه. طبسيل جيب لي من بغرير وكداك سير السفاج الوافي، جيب 10 كيلو وتكون بالسمن والعسل، خرطه وشباكيه وحده نديرها متنيه في كل جهه. المقروط الباهي رزة القاضي كعب غزال والكعك 100 من الغريبه، تقد الفطار والمرق بلي بزار والقعد الصافي الى اخره. الله سهيتينا. لا شبعت انا صافي صافي تقامت. تبارك الله فيها قصومه طوال وفيها تبارك الله. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله عليك. طيب عرفنا انه انت استاذ الثقافه والحضاره. انا فنان مغربي. قرب من هاد الشباب قرب من هاد الشباب. لا عارفين التواضع ديالك ولكن قربنا شويه. انا فنان مغربي واستاذ تاع الموسيقى. تنبغي نطلب من الشباب المغربي باش يقرا الفن. نعم. لان المشكل اللي وقع دابا في الساحه الفنيه هو ان الناس الشباب كيتعلم من الكاسيت تيجي للتلفزيون تيسمع الكاسيت. المشكل المعاهد خاويين. نعم. والدوله تخسر فلوس على هذه المعاهد. يعني كتخلص اساتذه. الناس خصها تقرا. اساتذه تيغني في واحد المقام ما تيعرفش اش من المقام، ما تيعرفش كاين شنو هذا واش من كلمه تيقول. الاخر تيقول الكلمه تقول شنو هذه ما يعرفهاش. ما عرفهاش. دونك التكوين الاكاديمي ضروري للفنان. اكاديمي ولا بدا واخا 3 سنين ولا 4 سنين في المعهد تيفهم. وهذا الشيء معروف عند الفنانين الكبار. استاذ عبد الهادي بخياط اللي اقدم له التحيه والاحترام، اخي وصديق ديالي. انا كنعقل صغير ولما بدا تيغني ما كانش يعزف العود. نعم. تبارك الله دابا قبل يعني دابا في هذا ولا ملحن تيعزف العود. يعني قرا تعلم. نعم. وحمد الحسن الجندي تو في المسرح كان تيدعي الفنانين باش يقراوا المسرح باش يقرا. الناس الناجحين هما اللي يكون التكوين ولا بدا من التكوين. يكون مثقف موسيقيا. نعم. اكيد الفنان بدون ثقافه لا شيء. لا شيء اكيد. حنا كنا كنتسناو نشوفوك هذا رمضان علاش ما شفناش؟
غبرت شويه لان خداتني السينما. هاد السنه اللي فاتت كان صورنا مسلسل ولادي، راه كيتعاود دابا على احدى القنوات المغربيه بطبيعة الحال. لكن التوجه هاد السنه كان في السينما، بحيث من بعد الفيلم ديال لو شارب روج اللي كنت عملته مع الاستاذ محمد اليونسي. نعم. فيلم اللي كان كيتكلم على عمق العلاقات الانسانيه ما بين المغرب والجزائر، مشكل حرب الرمال. مؤخرا عملت فيلم سينمائي جديد مع الاستاذ عبد الكريم الدرقاوي اللي كنوجه له التحيه من هذا المنبر. كل هاد الاسماء اكيد يعني خدمت معاه فيلم اللي هو جد مهم، فيه دي ميساج مهمين، اللي يعني كيتكلم الفيلم على المشكل ديال زواج القاصرات والعنف ضد النساء. هو فيلم غرام وانتقام. اكيد كان شفنا لي زافيش ديالو. نعم، كان داز في سينما يعني في قاعه السينمائيه بالمملكه، وراه مازال الان. كنتمنى الجمهور الكريم باش يمشي يشوفوا بكثافه ان شاء الله. هذه دعوه لكل الناس انهم يمشيو أكيد. يشوفوا غرام وانتقام، لانه فيه يعني القصه ديالو فريمون قصه تستاهل انه نمشيو ونشوفوها. نسمعك تغني لنا شي حاجه اليوم. ما يمكنش ما يمكنش. على الراس والعين. حاضرين معايا جوج ديال الناس اللي لي الشرف انني نكون حاضره شرف معاهم. لينا هانيه، بارك الله الحال فيك، اليوم. الله يطول نسمعوا عمرك. اليوم. شنقول بما اننا حنا في هذه الليله العظيمه نديروا شي حاجه دينيه. نعمل امنتي بالله للفنانه لور دكاش. اييه بعدا عندكم شويه مع ريحه مع البخور ولا لا؟ انا حنا في هذه الليله الكريمه كيعجبني الا سمح الاستاذ وكان تلقوا يعني شويه البخور لا، استاذي. مرحبا. ما كاينش اشكال. ما كاين حتى الله إشكال. يخطيك. نعطروا شويه. آمنت بالله نور جمالك آية من الله. آمنت بالله نور جمالك نور عجيب يسكي في القلب اللهيب. نور جمالك نور عجيب يسكي في القلب اللهيب. يدري في الدمع الصبيب كل من صاد وهواه. نور جمالك آية من الله. آمنت بالله نور جمالك في الظلام بدر في يوم التمام. نور جمالك في الظلام بدر في يوم التمام. حسن قدك والأوام وش نكون جنب الإله. نور جمالك آية من الله. آمنت بالله. قولي هانية. آمنت بالله آمنت بالله نور جمالك آية من الله. آمنت بالله. الله ما شاء الله ما شاء الله. سلام. شنو رايك في الفنانه ديالنا في الصوت الغزال اللي عطاها الله؟ صوت غزال تبارك الله. ما بقاوش هذه الاصوات بارك الفخمه الله فيك. الرخيمة. الله يحفظك طول عمرك يا استاذ، بارك الله شي فيك. نهار في ديو انا الشرف الكبير باش يكون أنا بالعكس تكون اضافه كبيره للمسير. ما دير شنو كاجي يقول. لا والله العظيم الشرف ليا انا. حتى أنا لا كنتي شتي داكشي تندير انا داك الفيزيون. كاين اعمال عندي دابا انا شرف ليا تكون بالعكس يا معايا. استاذ سي ريسيبروك. والله انا الشرف لي انا والله العظيم. بالعكس انا يكون اضافه بالعكس. يعني انا من عشاق الملحون، من عشاق يعني الاعمال ديالك فيك استاذ. استاذه بارك الله فيك. شكرا. شنو رايك في هذه الموسيقى الشبابيه وهذه الكلمات اللي ولنا كنشوفوها كتلحن مؤخرا؟ انا تنحب الشباب وتنبغي الاغنيه الشبابيه وتنبغي كذا. انا دائما تنقولها واحد الملاحظه. المشكل اللي عندنا هو التحليل او النقد الموسيقي ما كاينش، ولهذا الشباب مادام كما قلت ما كاينش تكوين تيكون دائما واحد المسارات اللي هي تنسلكوها اللي هي خاطئه. ولهذا ملي تنبغيو نديروا اغنيه مغربيه تنسخوا دايرين اغنيه خليجيه بلا ما نشعروا. ولهذا خصنا نعرفوا ندرسوا الاغنيه المقومات والمسائل المكونات ديال الاغنيه المغربيه. شنو هي الاغنيه؟ ما هي الاغنيه المغربيه؟ هذا خصو هذا سؤال يطرحه كل واحد قبل ما يشتغل على الاغنيه المغربيه. ماشي الاغنيه المغربيه ماشي حيت انت مغربي
عندك كارت ناسيونال فيها مغربي، مرحبا تنحبوك لانك مغربي، ولكن واش غدير اغنيه مغربيه؟ شنو عطيتي حيت حنا المغاربه تنتقنوا جميع الفنون. حنا من اصعب الشعوب في العالم. منطقه جغرافيه استراتيجيه، كنتعاملوا مع جميع الاذواق، مع جميع، وهذا الشيء جميل. ولكن ملي نبغي ندير اغنيه مغربيه راه خصنا ندير اغنيه مغربيه، ما خصنيش نتاثر بالمحيط، نكون منفتح، ولكن ما نخلي ذاك السكوليت هذاك ديال الاغنيه المغربيه خصو يكون مغربي ديالنا. حيت لحيتي جميع المقومات ما بقاتش اغنيه مغربيه. اكيد. فتنحيي جميع الفنانين الكبار اللي اشتغلوا على هذه الاغنيه المغربيه وعطاوها القيمه ديالها وعطاو التاصيل ديالها، ومنهم اللي مات الله يرحمه واللي باقي عايش الله يطول عمره. والشباب خاصهم يوعوا بانه التمغربي ديالنا خصها تبقى، الطابع الاغنيه المغربيه خصو يبقى. نعم خص الطابع يبقى، ولكن حنا محتاجين الاجتهاد ديالو طبيعه الحال، محتاجين، ولكن ما نقصوش الهويه ديالنا، ولكن خصني ننطلق من القاعده، هذا هو اللي تنطلب. طبيعه الحال. خصوصا يا استاذ سمح لي قطعتكم، يعني خصوصا الكلمه خصها تكون كلمه يعني اللي يسمعها الصغير والكبير وتسمع الاسره، ما تكونش فيها يعني هذاك موضوع اخر. اكيد نعم. يكون فيها هذيك خصنا في حلقه كلها على قبل الكلمه اللي ذكرت انا مؤخرا. اكيد يعني طبيعه الحال. طيب كتفكر بشرى شي نهار في الهجره للمشرق باش تنطلق ولا باش تحقق واحد الانتشار اللي هو يعني في العالم العربي؟ انا معروف عليا انا مغربيه حتى النخاع. على قبيله هضرتي على كويزين وداك الشيء، يعني كنحب انني الحمد لله ندير اعمال يعني في بلادي اللي بها ممكن اني نمشي يعني الدول العربيه او لا، يعني باغاني يعني مغربيه، ولكن ما كان غادي كما كيقولوا دوسمون مي سيغمون. يعني جات عروض، ولكن دائما كتلقى المشكل يعني عروض احتكار، كيبغيو يديروا معاك دي كونطرا وتبقى يعني معاهم. انا ما يمكنليش لان عندي اسره وعندي يعني ما يمكنليش، وكنحب بلادي وبغيت ندير اعمال في البلاد ديالي. نمشي ندير سهرات علاش لا، يعني دي فيستيفال وهذا، ولكن باش نستقر ونبقى تما يعني فهذا شويه صعيب. ما كايناش الفكره بعيده حاليا. انا تنظن ان الاستاذه مع الحق، وانا تنشد على يديها. لان الانتشار خصو ينطلق من هنا. كاع اللي خدا جائزه نوبل خداها من الثقافه ديالو، انطلق من بلاده. هذا المشكل كان عندنا قديم، لان ما كانش عندنا شركات انتاج، ما كانش عندنا اللي غادي يعمل على هذه الصحافه في واحد المستوى عالي اللي تعطي تبرز الامور ديالنا حنا. دابا الان الحمد لله المغرب في واحد الانتقال جميل، انه ولات شركات انتاج ولاو كيتعاقدوا مع الفنانين. دابا خاص هذاك نعطوها وقت باش تكبر هذه الشركات، باش تبدا تفرض الفنان المغربي على الخارج، لان حنا خصنا نبينوا الصوره ديال الخارج، ماشي نقولوا الفنانه سيري لمصر باش تغني تما ونجيو نقول لك مرحبا. لا فنانين لا فنانات بجوج، هذا هو المشكل اللي كان دابا للاسف هذا الشيء اللي واقع، ولكن حنا كنتمناو الخير يعني القدام ما يبقاش هذا المشكل، لان حتى كيمشيو الفنانين على برا ويعملوا اسم وهذا عاد كيجيو فوالا هذا راه ديالنا اجي نحتضنوا. حيت ما عندهم شركات، هما اللي قلت النقطه راه هو الانتاج. تما عندهم شركات انتاج عالميه كبيره. حنا تما صناعه عروض يعني اللي مغريه بصراحه، ولكن كما قلت بلادنا ونخدموا بلادنا. اكيد. قبل قلت لكم انه عندي لكم واحد الطبق مغربي اللي حنا كلنا كنموتوا عليه وغنيتي عليه. اليوم شنو اللي تادي ديال 27؟ انا عقت بك، انا عقت بك غادي، حيت المغاربه كلهم تيديروا واحد وكلا، وما قلتيش لي والله، ما قلتي لي. لا في الاول شميت الريحه. لا عقت بك، ما كناش نوجدوه هنا. ياك بسمع خضاري بعدا، بسمع خضاري ولا بالتفايه. لا بسمع خضاري. انا نزيدك انت اكتشف. نعاونك هانيه. لا غير خليك مرتاحه، خوي لي غير وسعي لي الوسط. اييه كسيكسو مغربي بصبع خضاري على رايك. دابا ما غيبقى يبان لا بغرير لا ملوي لا رغايف لا. شكرا يا بسم الله. وعرفتي راه الطبيصيل ما شاء الله، الله اكبر. بعدا شكر كثير كبير لماريا ايفنت، الناس ديالها اللي وجدوا لنا هذا. تبارك الله. تبارك الله وصنع البي، الله اكبر. وبسلامة بسلامة المشاهدين علينا، باينه غير من الريحه زعما. ناكلوا بالمغربيه ولا بالروميه؟ اللي بغيتي انت وراحتك، انت وراحتك. ناكلوا بالعربيه واقيلا اللي بغيتي. ها المعلقه عندك، بغيتي تلقى مرحبا تا هو. بصح تكون سمحوا لنا والله ما كرهناكمش كلكم تكونوا معنا. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. شكرا بزاف لماريا، ولكن انا وصلت لهم انه الريحه وداك الشيء لا ريحته ما شاء الله كما كيقولوا حنا ناكلوه وما يطلع عليهم. تبارك الله عليكم. كتقولي ماما ناكلوا في كريشاتنا ويبينا في حنيكاتنا. هي هذه صافي. بسم الله. كي جاكم الله يعطي الصحه اللي ضرب الصدق عظامه، والله يعطي الصحه اللي ينفق واللي يضرب الصدق.
حنا وياهم. كل شيء. عطاهم الله الصحه. ياك عجبك؟ عجبني، يعطيك الله الخير بالصحه والراحه. صافي هذيك 10 كيلو اللي كانت قاتلهم نطيحوها غنزيدوها اليوم. اللي مشات في 26 الاولى ديال رمضان هي كل اليوم. وبصحتكم وبراحتكم. الله يعطيك الصحه الله يبارك فيك. مبروك عليكم هذه الليله بالصحه والسلامه علينا وعليكم. لجميع المغاربه الحمد لله. دابا تحلوا اللي في قلبه ولا اللي في خاطره شي حاجه مزيانه يا ربي يحققها ليه، يا ربي يوصلوا ليها. اش اخبار زواج الفيسبوك؟ زواج الفيسبوك هو زواج الفيسبوك قدام شي شويه قديم. نبغيو نسمعوا حنا ضروري بما انه الفيسبوك يعني باقي غادي معنا ولا مزلون كثير من الناس. ونفضل دابا في هذه الليله السعيده نصلي على النبي، نصلي على النبي واحد شويه. اللهم صل على رسول الله. شنو؟ الله سيدي والحام الوحيد الواحد طول الدوام، من لا ينام ربي عاتق الرقاب، الكريم الحي الوهاب، ودنا بالنبي المجتبى سيد العراب، طه سراج الهداب حبه وهواه في حشايا قايم، ترى يقيض نايم، الشواق المجاد عين الهدى الهادي، راكب البراق والنجيب، اللهم صلي على النبي والقاسم، طه شريف الاسم، صاحب الخاتم والمعراج والنوى والحلا والتاج والقطيب. الله 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 تبارك الله عليك يا استاذ، تبارك الله ما شاء عليك. الله. يعطيك الله يبارك فيكم. ما كاين ما احسن من غنانا وتراثنا وداك الشيء لله. المغربي الحمد ديالنا. لله. سي جمال الدين، علاش حرمنا من هذا الشيء الغزال كله مقلل في ظهورك يعني الاعلامي؟ لا هو انا من ناحيه الظهور انا فنان ماشي للظهور، انا فنان للفن. نعم. يعني لانه تنخدم. نبغيو نشوفوك في لاتيلي، نبغيو نشوفوا حوارات أنا معاك، اللي نبغيو عيط نشوفوك في عليا- جلسات اعلاميه هكا. مرحبا، انا اللي عيط ليا تنجي. نعم. انا باش ينتظروا مني نمشي للتلفازه ولا شي حاجه، يعني شويه يعني تنخدم في الدار ديالي في العمل ديالي. نعم. ما نكرهش نبقى ديما في التلفازه من القران حتى الآخر. انا ما نكرهوش، ولكن وحتى صراحة لكن ما- مواد بزاف عندنا ناخذوا للناس العذر، ماشي دائما خصهم يعيطوا لنا، ولكن احنا راه الاشاره وقت ما يعيطوا لنا مرحبا. لا خدك ما نكروش حنا من المره الاخرى نبقاو نشوفوك وما نتحرموش من هذا احنا الغنى ديالكم الغزال وقت ما ديالنا. تعيطوا لنا تلقاونا. لا لا يخدك ومرحبا بك. بك. واش راه بغيت نسولك، الغناء ولا المجال الفني دخلتي له قبل الزواج او لا من مورا الزواج؟ هو معروف ان يعني عاشقه الفن من الطفوله، يعني في سن ديال 7 سنين انا بديت كنغني، وبديت بالاغاني الملتزمه، الاغاني ديال مارسيل خليفه واميمه الخليل. الله. ويعني وبقى العشق ديالي لهذه الاغنيه يعني الملتزمه حتى وصلت سن ديال 15 سنه. يعني كنت كنغني حتى اغاني طربيه، ولكن الميول اكثر بحكم كانت استاذه عفوا فلسطينيه كانت كتقريني، وكانت كتجيب لي الاشرطه ديال الاغاني ديال الاساتذه اللي ذكرت، والاغاني اللي عندهم علاقه بالقضيه الفلسطينيه توريه. اكيد. في سن ديال 15 سنه حبست، لان الوالدين ديالي وداك الشيء قال لك يعني بشرى خص تبع الدراسه ديالك بعدا، لان الفنان بدون دراسه كما قلت لك قبيله يعني لا شيء، تكمل الدراسه ديالك وابخي اختار الطريق ديالك. صافي الحمد لله يعني خديت الجولد ماستر في كينيزيثيرابي ليستيتيك. ابخي حتى تزوجت الدكتور خالد، هو يعني شجعني بزاف ورجعني بقوه للساحه الفنيه. وكذلك كنشكر من هذا المنبر الاستاذه ميادة الحناوي والاستاذ رامي زيتوني اللي عاونوني بزاف في الكارير ديالي، وكذلك عده اساتذه الاستاذ رحال الوزاني ومجموعه من الاخوان اللي عاونوني باش يعني ثبت الاقدام ديالي في الساحه الفنيه.
وبالنسبه للسينما كذلك كاين مجموعه، يعني الفنان اون جينيرال خصو ستاف اللي يشتغل معاه، لان ما يمكنش الفنان يخدم بوحده. من هذا المنبر كنشكر اي واحد يعني وقف مع بشرى خالد من البدايه لحد الان، وحنا الحمد لله مازال حنا كنتعلموا، وان شاء الله كنتمنوا ان نديروا اغاني في المستوى، وان شاء الله يكون لي شرف الا درت شي اعمال مع الاستاذ. ان شاء الله يا ربي نتمنوا هذه تكون انطلاقه ديال شي عمل في هذه الليله القدر المباركه ان شاء الله يا ربي. انا اهنئك على انك تفكر الناس اللي يشتغلوا معك، أكيد. وهذه صفه من الاخلاق اللي خصها تكون في ونادرة الفنانين يا أستاذ الكبار. بارك ما كتلقاوش الله. واحد اللي كيجبد الناس اللي يعني معاه واللي يوقفوه. يعني هما كتار بزاف، يعني سامحوا لي، ولكن انا جامي ننسى يعني اي انسان مد لي يد المساعده، حتى الوالدين ديالي اللي هم الفضل الكبير اللي وقفوا معايا وشجعوني، وكما قلت لك الدكتور الزوج ديالي وبناتي اللي شحال مره كنسمح فيهم ساكن وكنمشي للتصوير الله ونمشي يخليهم للتسجيل، لك. يعني والاصدقاء ديالي عصام البيض مجيد، يعني كاع الاصدقاء اي واحد، وكذلك اخواننا الاعلاميين يعني اللي كانوا دائما مواكبينا في الفيستيفال بحال مهرجان موازين مؤخرا، يعني دائما هما معنا. يعني من هذا المنبر كنشكرهم. حنا كنكملوا بعضياتنا، الفنان والاعلامي تيكملوا بعضياتهم. اكيد يعني حلقه متصله ببعضها، ان الفنان بدون اعلام واعلامي ما عندوش ماده علاش يخدم راه حتى هو ما كاينش. اكيد يعني حاجه مرتبطه بحاجه. اكيد. تبارك الله عليك. شنو تسمعينا اليوم؟ شنو نزيدوا نسمعوا ولا سمعتينا؟ انا طامعه اليوم. بغيتوا طرب ولا مغربي ولا نسمعوا شي حاجه طربيه؟ يلا شنو تسمعينا؟ عيون القلب سهرانة ما بتنامش، لا ناس صاحية ولا نايمة، ما بقدرش تبات الليل، تبات سهرانة على رمشي، وانا رمشي مدى النوم، هو عيونه تشبع نوم، وانا رمشي مدى النوم، هو عيونه تشبع نوم. روح يا نوم من عين حبيبي، روح يا نوم. الله 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 ما شاء الله عليك. تبارك الله عليك. فيك عرفتي الريحه ديال الكسكسو طالعه. تبارك الله عليك. انا طامعه عاوتاني. مرحبا الله يخطيك. قبل ما نختموا انا والله العظيم ما سخيتش بالجلسه معكم. الله يحفظك. حنا كذلك بغيت نسمع عليك صلاه الله وسلامه. اكيد بكل. وبغيت نسمعها مع العود. انا اليوم غادا نجمعكم. الله بغيت يا نسمعها ودي. مع العود يا سي جمال الدين. لا لا يخطيك. هي ما متفقينش عليها صراحه، ما فاهمينش عليها. ولكن مع الاستاذ على الري ولا على الضو؟ نديروا على العود، ولكن تغني معنا هانيه شويه اللي قدرني عليه الله. لا انا عارفك فنانه ماشي يعني شويه كيكا ظاهرا وباطنا وحضورا ما نتقارنش معاكم. عليك صلاة الله وسلامه، عليك صلاة الله وسلامه، شفاعة يا جد الحسنين، دمح ملك رجعت أيامه، دمح ملك رجعت أيامه، هنية واتملت كل عين. الله 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 الله. هنية. ما سمعتهاش. هنية وبشرى. الله يحفظك استاذ. الله يحفظكم. شكرا لكم بزاف لانكم انا حتى كذلك، انا كما اقتداء بالاستاذه بشرى انا نشكر الناس اللي ساهموا في تشكيل هذا الفنان المتواضع. تنبدا بالوالد ديالي الله يرحمه، لانه جرح فيه هذا حب الفن الملحون والفنون الاصيله، حب الفن المغربي الجميل. جميع الفنانين المغاربه كذلك، لان كبرت معهم وعشت معهم، درت معهم سهرات وشربت منهم، خديت منهم.
في المعهد الموسيقي اللي قريت واحد المده طويله، والان انا استاذ في المعهد الموسيقي، وقريت في الاول عند على عبد الرحمن بن موسى، احمد سليمان شوقي الله يرحمهم، اللي كان تيشجعني، والعصامي كذلك الله يطول عمره، واحد العدد من ما نذكرش انا كل شيء. وكذلك في البحث العلمي، يعني البحث ديال حول الملحون، كيفاش الدراسات وداك الشيء، هذا اللي استفدت بزاف من القصيد ديال محمد الفاسيغ. استفدت استاذ عباس الجراري، استاذ الدكتور، لانه تو رشدني وشجعني بواحد الشكل كبير. واحد العدد من الاساتذه كذلك. فكنبغي من هذا البرنامج الجميل نشكرهم كلهم، وخصنا حتى انا نعطي للشباب، ومرحبا بالشباب في المعهد الموسيقي باش نشجعوهم ونعلموهم ونعطيهم داك الشيء اللي عندنا. حتى حنا كنشكروا هاد الناس كاملين لانهم عطاونا فنان يعني من العيار ديالك. شكرا لك بزاف انك كنت ضيفي اليوم. شكرا لك لانك لبيتي الدعوه لله. شكرا لك بزاف لاله بشرى. شكر لكم وشكر لقناه بزاف ميوزيك، بزاف لايف، كنشكروها على هذا الباب اللي فتحته للفنانين المغاربيين، يعني باش يكونوا حاضرين ويعني يبينوا الانتاجات ديالهم والجديد ديالهم دائما. انا كنشكرهم جزيل الشكر، وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى في هذه الليله المباركه باش يحفظ بلادنا المغرب ويحفظ جلاله الملك محمد السادس ويحفظ يعني الامه الاسلاميه جمعاء. يعني شنو نقول لكم، يعجز اللسان عن التعبير. انا سعيده جدا اني متواجده معكم اليوم، وكنتكلم على سجيه وطلاقه، يسامحوني المشاهدين. ما شاء الله عليك، تبارك الله. شكرا جزيلا هانيه، وكنتمنى ان شاء الله دائما نكونوا ضيوف خفاف عليكم. امين يا ربي. شكرا لكم، شكرا لكم انتم مشاهدينا لانكم كتابعونا، لكم تعطونا من الوقت ديالكم. شكرا لكل واحد من قريب او من بعيد ساهم في انجاح حلقات البرنامج ديالنا. شكرا بزاف لكل واحد فينا، يعني في الطاقم التقنيين كلهم، محسن، غالي، رضا، يوسف خضاري، المخرج ديال الحلقات ديال البرنامج ديالنا طبيعه الحال كنشكروا شكر كثير كبير سعيد مبروك. كنبغي نشكر كذلك ماريا ايفنت، كنشكر بزاف منصف ايفنت. ما ننساش واحد السيد اللي هو من بين جنود الخفاء اللي هو يونس الحمامصي، شكر كثير كبير ليه. شكرا لكم انتم مشاهدينا لانكم متابعينا. شكرا لكل واحد، ماشي نسيتو، انما كتعرفوا انه الضغط ديال الخدمه. شكرا لكم كلكم. موعدكم في برنامج افطار مع ستار غادي يتجدد غدا ان شاء الله، نفس الزمان نفس المكان، ديما على بزاف لايف. خليت لكم الراحه، السلام عليكم.